ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ مايا سوفت وير سخيف جدا، صح؟ السوفت وير تنح ودمه تقيل، دي حقيقه. انا اول ما استخدمت مايا انا كنت بكرهه كره العمى. ما كنتش بطيء ادخل السوفت وير ده. بس مع الوقت لما فضلت استخدمه كتير لقيت ان هو بقى سوفت وير لذيذ جدا، سوفت وير سهل جدا، وفي التولز اللي بتساعدني ان انا اقدر اعمل 3 دي موديلز معقده. فواحده واحده مع بعضينا، فيديو ورا التاني هنبدا نشرح ازاي ان احنا هنستخدم مايا، ايه هي الكونسبت اللي بتستخدم في ال 3 دي بشكل عام، وازاي ان احنا نعمل موديلنج من حاجه بسيطه جدا سواء لكيوب او ايا كان لموديل كومبلكس جدا في شيبس كتير قوي وفي حاجات كتير قوي. والشانل دي مش هتبقى متخصصه بس في 3 دي موديلنج، لا، الشانل دي هتبقى متخصصه في كل حاجه 3 دي موديلنج، لايتنج، شيدنج، يو في، ماتيريالز اللي هو التكتشر. هنتكلم عن الكومبوستنج اللي هي الخطوه اللي بعد ال 3 دي. هنتكلم عن البايب لاين في الفيلم اندستري عامله ازاي، صناعه الافلام وهكذا. هنعمل بريك داون لشطات لمشاهد في الافلام اللي بنشوفها في السينما والتلفزيون. هنتكلم ان انت ازاي تدخل المجال ده في مصر لو انت حابب، وازاي تبدا كاريرك فيه. فالتشانل دي هتبقى متخصصه في كل حاجه ليها علاقه بال 3 دي والفي اف اكس بشكل عام. فلو انت مهتم اعمل سبسكرايب عشان هيفوتك كتير قوي، لان احنا هنتكلم في حاجات كتيره جدا عن التشانل ديت. وزي ما قلت، لو كملت معايا احنا هنبدا من ان احنا نعمل موديل بسيط جدا كبدايه، لحد ان احنا نعمل موديلز معقده ومش سهله خالص. طيب انا بستخدم مايا 2026. مش لازم تكون بتستخدم نفس الفيرجن، ممكن فيرجنز قبل كده عادي، بس اهم حاجه يكون بس من اول 2020 2021 عشان في حاجات ما بتبقاش موجوده في الفيرجنز القديمه. اول ما تفتح مايا هيبقى عندك بالشكل ده. خلينا بس ايه نروح على هنا. طيب هيبقى عندك مايا بالشكل ده. ده شكل بسيط جدا وعادي جدا. تعالوا نشرح كل حاجه بتعمل ايه هنا. البولي موديلنج دي غالبا معظم التولز اللي انت هتستخدمها. هو مايا عامل لك هنا زي شيلف كده، حاطط لك فيه التولز اللي هي بتستخدم في معظم الوقت. طبعا احنا هنشرح التولز دي كمان شويه. هنا ده الفايل لو انت عايز تعمل فايل جديد او ايا كان. هنا بتedit، يعني عموما الحاجات دي احنا هنشرحها مع الوقت واحنا ايه بنشتغل بنعمل موديلز. هنشرح الحاجات دي اكتر مع الوقت. فايه خلينا نبدا كده واحده واحده نشرح. طيب اول حاجه بعملها في مايا عموما ان انا بخش فايل، بعمل بروجكت، بدوس على كلمه بروجكت ويندو ديت. فبعمل ايه؟ باجي هنا ادوس كلمه نيو واكتب هنا اي اسم. خلينا نكتب مثلا احنا هنعمل موديل هيدفونز، خلينا نكتب مثلا ايه هيدفونز. تمام. وهختار المكان اللي انا عايز اسيف فيه. فاقوم جاي ماي كمبيوتر، نيو فوليوم دي، هنا مثلا مايا، وهختار ايه سيلكت، وهدوس هنا على كلمة accept. بعدين اقوم جاي فايل set project. انا كده انا عملت البروجكت، فانا بقول له بقى خلي ده البروجكت بتاعي. فانا هعمل هنا set، هاجي هنا فين هيدفونز اهو، واقوم دايس set. طب ايه اللي حصل؟ تعالى كده ندوس سيف. تعالى ندوس كنترول اس او نعمل فايل سيف. فين سيف سين؟ تعالى كده ايه دوس عليها. هتلاقي ان هو اوريدي بقى بيسيف فين. بص في المكان اللي انا اخترته هو عامل لي فولدر اسمه سينز. تعالى كده نرجع، هنلاقي ان هو ايه عمل لي كل الفولدرز دي. طب ايه كل الفولدرز دي؟ هو بيعمل فولدرز لكل حاجه. يعني سورس ايمجز ده اللي بنحط فيه اي ريفرنس مثلا او حاجه احنا هنستخدمها، فهنحطه هنا. الحاجات دي لو في صوت، لو في، يعني عاده ما بنستخدمش الحاجات ديت. الايمجز ديت اللي هيبقى فيها الريندر، والسينز ديت اللي بيتسيف فيها البروجكت. دول يعتبروا اهم 3 فايلات. فانا داخلين هنا تاني ونسمي البروجكت مثلا بتاعنا هيد فونز اندرسكور VO01. اتعود دايما لما تشتغل على اي بروجكت تعمل فيرجنز. ليه؟ لان انت ممكن تكون اشتغلت على حاجه وعجبتك بس تحب تريفاين عليها، فتريفاين عليها اكتر تلاقي انها مثلا باظت منك او مش الشكل اللي انت عايزه، فتبقى عايز ترجع للي قبليه بس انت ما عملتش سيف فيرجن، فهي كده راحت عليك. وطبعا لو انت شغال في المجال الفيلم او الجيمز او وات ايفر، ممكن ان انت تشتغل على حاجه وبعدين يتقال لك لا ارجع للفيرجن القديم، فانت مش عامل فيرجن قديم. فالاحسن دايما ان انت تعمل فيرجن، وكل ما توصل لحاجه عجباك تعمل فيرجن جديد عشان ما تبوظش في الفيرجن دي. نعمل سيف از وكده احنا ايه نقدر نبدا. طيب تعالوا كده ننزل كيوب ونشرح واحده واحده. ده كيوب
3 دي. اول حاجه انا بتحرك جوه مايه ازاي، ده اهم حاجه. انا بتحرك بالت، تمام. لو انا عايز الف حوالين الاوبجكت، يعني لو انا عايز الف كده فبدوس الت و ليفت كليك اللي هي الكليك الشمال، فبفضل دايس على الت مش بشيل ايدي من عليه، وايه وكليك شمال وافضل كده الف حوالين الاوبجكت. طيب انا عايز ازوم ان واوت، دي سهله جدا، دي بالسكرول. ولازم يا جماعه يكون عندكم ماوس اللي هو اللي فيه زرار السكرول، يعني لو عندك لابتوب لازم يكون معاك ماوس في السكرول، ما ينفعش انك تشتغل بالماوس بتاع اللابتوب. فهزوم ان واوت كده اهو عادي جدا. طب لو انا عايز احرك السين كله، الت وميدل كليك اهو، برضو انا دايس الت ودايس على السكرول اللي هو الميدل كليك اهو، انا شايفين اهو الت كده ميدل كليك. يبقى نعيد تاني، الت كليك شمال بلف حوالين الاوبجكت، اي اوبجكت عندي، سكرول ان واوت او اللي هو الزرار اللي في النص كده اهو، بزوم ان واوت، والت وميدل كليك انا بدوس على الميدل كليك لجوه اهو. فبقى اصبح ان انا عندي اعرف اعمل كده، اعرف اعمل كده، اعرف اعمل كده. طيب اي اوبجكت في ال 3 دي عموما بيتكون من 3 حاجات، ايه هما؟ الفيسز. لو جيت هنا ايه كليك يمين هلاقي بتظهر لي، انا بكليك يمين وافضل دايس، مش بكليك يمين واشيل ايدي، فهلاقي عندي بيظهر لي القائمه دي، عندي ايدج، اوبجكت، يو في، مالتي، سوري نرجع، ايدج، فيرتكس، فيرتكس فيس، وفيس. طيب فخلينا ندوس كده على الفيس. فبصوا يا جماعه، اي اوبجكت في 3 دي بيتكون من 3 حاجات، فيسز وايدجز وفيرتكس. فانا لو جيت هنا ده كده الفيس، فالفيس دوت فيه كل دي الاوبجكت ده فيه كل الفيسز ديت شايفين، وكل فيس بيتكون من 4 فيرتكس، يعني ادي 1 2 3 4 و4 ايدجز، دي 1 2 3 4. شايفين لازم كل فيس، دي حاجه احنا بنسميها كوادز في ال 3 دي، ولازم كل فيس يتكون من 4 ايدجز و4 فيرتكس. لو اقل من كده او اكتر ده غلط. طبعا في احيانا احنا بنستخدم اقل من كده، اللي هي بتبقى اسمها ترايز، اللي هي بتبقى مثلث بيبقى 3 فيرتكس، يعني مثلا على سبيل المثال بيبقى كده. وفي احيان بنستخدم 5، يعني تعالى كده بنستخدم ان الاوبجكت يبقى فيه 5 فيرتكس، بس دي بتبقى لشروط وحاجات هنتكلم عليها في المستقبل مش دلوقتي. بس الاحسن دلوقتي ان احنا طالما لسه بنبدا ان احنا نتعود اي موديل نعمله، اي فيس جواه لازم يبقى 4 فيرتكس و4 ايدجز، ما ينفعش 3، ما ينفعش 5، لان ده هيبوظ الموديل. طيب احنا بقى بنشتغل ازاي؟ لو انا مثلا احنا بنشتغل على كله، يعني احنا بنشتغل على الفيسز، بنشتغل على الفيرتكس، وبنشتغل على الايدجز، كل حاجه وليها وظيفتها وطريقتها اللي بنستخدمها. طيب دلوقتي انا مثلا عايز اخلي الفيس دوت طالع لفوق شويه، فانا ممكن اعمل حاجتين، ان انا يا اما اجي اكبر الاوبجكت دوت، انا بدوس ار عشان اكبر الاوبجكت، شايفين ار بيكبر الاوبجكت. لو انا عملت كده فانا هكبر الاوبجكت في الواي اكسس، شايفين العلامه اللي هنا دي بتقول لي انا في انهي اكسس، ده كده ده الواي، وده الزد اكسس، تمام، اللي هو الدبث العمق، وده الاكس اكسس اللي هو المفروض يمين وشمال. طيب فانا لو جيت كبرت الاوبجكت، هو كده بيكبر في الواي، كده بيكبر في الاكس زي ما قلنا، كده في الزد، وكده لو دوست في النص وشديت اهو، انا يا جماعه بدوس كليك شمال او ليفت كليك وبفضل دايس عليه وبكبر او بصغر، فهنا بيكبر في كل اكسس. نفس الحكايه اهو، بدوس هنا كليك شمال بفضل دايس عليه واشد اهو يمين او شمال كده، فانا بكبر او بصغر في الزد اكسس. نفس الحكايه لو دوست دبليو انا بتحرك، ادي كده بتحرك في الزد، كده بتحرك في الاكس، كده بتحرك في الواي اكسس. لو دوست اي بروتيت، كده انا بعمل روتيشن في الاكس، بعمل روتيشن في الواي، بعمل روتيشن في الزد. يبقى دبليو ان انا احرك اهو، اي ان انا اروتيت، وانا على فكره لو مسكت من النص كده هروتيت في كل الاتجاهات. طبعا ده مش احسن حاجه، انا قليل قوي ما بنعمل كده. و ار عشان اعمل سكيل. طيب انا دلوقتي عايز اكبر الاوبجكت من فوق، فانا لو جيت عملت كده الاقي ان هو بيكبر من ناحيتين.
فانا هقوم عامل ايه؟ هقوم كليك يمين، هفضل دايس انزل على فيس واشيل ايدي من على كليك يمين، فهيسلكت الفيس، اخد كده وادوس دبليو واطلع فوق. شايفين؟ فانا كده بدل ما انا لو رجعت للاوبجكت مود انا هنا كنت عايز اكبر من فوق، فانا كده بكبر فوق وتحت. طبعا في طريقه برضو ان انا اعملها من هنا بس انا بنتكلم عليها بعدين. لكن لو انا حبيت اهو ان انا اصغر ده اهو، انا ممكن اصغر واكبر من غير ما اثر على اللي تحت. برضو انا ممكن اخد فيس تاني اهو براحتي، يعني ممكن اخد اي حاجه. ممكن اعمل بالفيرتكس. طب ازاي؟ كليك يمين فيرتكس، مش هسلكت بقى الاثنين دول بس، ان انا كده هبوظ الفيس. احنا قلنا الفيس بيتكون من 4 فيرتكس، فما ينفعش ان انا اخد 2 واسيب 2. هاخد الاثنين دول، هطلع وانزل اهو اهو زي عادي اكني ماسك فيس. طب لو عايز اعملها بالايدج سهله، هسلكت برضو ال4 ايدجز اهو فوق، هطلع وهنزل هطلع وهنزل. مش ايه، مش هسلكت ايدج واحد. انا هسلكت ايدج واحد لو انا عايز اعمل الشيب دوت، يعني لو ده الشكل اللي انا عايز اعمله فانا هسلكت ايدج واحد. بس طالما انا عايز اطلع بالفيس كله لفوق يبقى انا هسلكت ايه؟ ال4 ايدجز واطلع وانزل ايه كده براحتي. تمام، حلو جدا. تعالى كده ايه نلغي دوت ونبدا ايه من اول جديد. طبعا احنا عندنا اشكال كتير، عندنا هنا السفير، عندنا السلندر، عندنا الكون. اكتر حاجه بتستخدم غالبا الكيوب وبعديه السلندر بعدين ممكن السفير يعني. الباقيين دول البلين برضو بتستخدم كتير جدا، الباقيين دول مش بيستخدموا اكتر. وفي اكتر من دول، لو جينا هنا على كلمه create، جينا على polygon، هتلاقي في حاجات اكتر من اللي موجودين. بس هو هنا زي ما اتفقنا ان هو بيحط لك اكتر الحاجات اللي انت هتستخدمها. فخلينا كده ايه نلغي، نرجع الكيوب تاني. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اطلع دوت، بس انا عايزه يبقى اصغر من الكيوب. يعني انا عايز ادخل الفيس ده لجوه وبعدين اطلعه. ازاي بقى؟ فانا هنا هاجي اعمل حاجه اسمها اكسترود لجوه من هنا. يا اما هدوس فين اهي، يا اما هدوس على الكلمه دي، فبصوا هيظهر لي ايه المنيو ده. طب تعالى كده نشوف. لو انا عملت كده هلاقي ان ده بيطلع لفوق وعمل لي اصلا ايدج جديد. يعني خلي بالكم لما احنا كنا بنطلع، يعني تعالى نحط ايه، تعالى نحط 2 اوبجكت. تمام، اشوف حاجه اهو. يعني بص هنا انا لما كنت بطلع بالفيس هنا فانا بطلع بالفيس كله، لكن انا لو جيت هنا اهو وعملت اكسترود وطلعت فوق، شايفين انا بقى عندي هنا ايدج جديده. يعني انا هنا بقى عندي ايدج جديده مش موجوده هنا. ليه؟ لان انا هنا عملت فيس جديد وبعدين قلت له اطلع لي بيه لفوق او انزل لي بيه لتحت. طبعا ما ينفعش ننزل وهنشرح ليه دلوقتي، بس هنا قلت له اطلع لي بالفيس دوت لفوق او انزل لتحت ومحافظ على الفيس القديم. طيب احنا هنا ممكن نعمل تعال نرجع دي زي ما هي. ممكن نعمل لوكال ترانسليت زد، دي هنا هتديك نفس الريزلت بس في موديلز تانية او في حالات تانية هتدي ريزلت مختلفة. تمام، تعالى نرجع ايه لزيرو. ايه هي الاوفست بقى؟ الاوفست ديت احنا بندخل الفيس لجوه شويه. بص تعالى كده، شايف انا بعمل فيس اصغر. يعني انا خدت الفيس دوت وعملت له اوفست لجوه، دخلته لجوه شويه، فاصبح عندي ان انا عندي فيس هنا. فانا ممكن اعمل ايه؟ او طالع ده كده، شايفين هو بقى اصغر منه ازاي؟ او ممكن ادخله كده، شايفين هو بقى اصغر من هنا من الفيس ده نفسه. او ممكن اعمل ايه؟ احنا ممكن نكتر طبعا الديفيجنز اللي هي ايه الايدجز ما بين الفيسز، احنا ممكن نكترها تبقى كده. طبعا ده مش صح، يعني احنا هنسيبها 0 دلوقتي. keep faces together ديت هنشرحها بعدين. تمام، فانا لو دوست دلوقتي، لو دوست بره كده فخلاص ده اتعمل له ابلاي. تمام، طب انا دلوقتي عايز اطلع بالفيس دوت لفوق او لتحت. طب هعمل ايه؟ يا اما هدوس هنا اكسترود زي ما اتفقنا، يا اما هاجي هنا على مش اديت مش اكسترود، او هدوس كنترول اي. يعني انا عندي 3 اوبشنز ان انا اعمل اكسترود، يا اما من هنا اهو اعمل اكسترود، يا اما اديت مش اكسترود، يا اما ادوس كنترول اي. طب تعالى كده نجرب نطلع. بص اصبح ان انا عندي الفيس دوت اصغر من الفيس ده. انا عملت اكسترود فبقى الفيس دوت اصغر من الفيس دوت. لو عملت كمان اكسترود لجوه
فبقى ده الفيس ده جوه الفيس ده، شايف؟ ودي حاجه مهمه جدا. الاوفست ديت من اهم الحاجات اللي بنستخدمها، الاوفست والاكسترود من اهم الحاجات اللي بنستخدمها كتير جدا، ولازم تبقى فاهمها عشان نعرف نعمل اكسترود امتى وازاي وهكذا. طيب في حاجه تول مهمه جدا برضو تانية اسمها النايف المالتي كات تول. هي شكلها شكل سكينه كده. طب ايه هي المالتي كات تول؟ المالتي كات تول دوت انا بعمل بيها ايدج لوبس. انا عندي هنا شايفين الايدج دوت، يعني انا عندي الايدج دوت اهو سوري، انا عندي الايدج ده. طب انا عايز اعمل ايدج في النص هنا، في النص كده، نص الاوبجكت. فاقوم جاي هنا اهو هدوس كنترول. لو انا ما دوستش كنترول هيسيبني اتحرك براحتي، اللي هو يعني انا اهو هعمل كده، هعمل كده، هعمل كده. وده طبعا ادوس انتر، ده طبعا غلط لان ده ممكن يبوظ لي الاوبجكت. فانا ارجع كده كنترول زد وهدوس كنترول. تمام. فهنشوف ايه ان هو بيعمل لي ايدج للاوبجكت كله. فانا عايز الايدج ده يبقى في نص الاوبجكت بالظبط. فهدوس ميدل كليك. ميدل كليك هيحطه في نص الاوبجكت بالظبط. لو انا ما دوستش ميدل ممكن احاول انا بايدي كده، احاول بعيني كده اظبطها، يعني اجي كده احاول اظبطها، بس برضو هي مش تبقى اكيوريت قوي. الاحسن لو انا عايز احط ايدج في النص بالظبط ان انا ادوس ايه، ميدل كليك. هاجي هنا برضو نفس الحكايه. طب انا ليه بقى بعمل كده؟ انا مثلا عايز بقى دلوقتي الفيس دوت اعمل له هو بس اكسترود. فاصبح عندي ان انا الفيس ده بس عملت له اكسترود. وده مثلا ممكن اجي هنا اهو هعمل اوفست، وبعدين اعمل واحده تانية اكسترود جديده، ادخل ده لجوه. فاصبح عندي ده الفيس ده طالع لبره والفيس ده داخل لجوه. تمام. طيب تعالوا كمان نشرح حاجه كمان. لو انا مسكت الاربعه فيسز دول وعملت كنترول اي اللي هي اكسترود وحركت الاوفست، بصوا هو خلاهم كلهم، دخل بيهم كلهم مره واحده، عمل اوفست ليهم كلهم. طب انا مش عايز كده، انا عايز ان كل واحد يبقى لوحده. اقوم عامل ايه، سيلكت تاني، هدوس كيب فيسز توجذر، هدوس على اون فهتبقى اوف. ولو عملت اوفست شايف كل فيس اتعمل له اوفست لوحده، يعني كل فيس من دول بقى معمول له اوفست لوحده. فانا لو جيت عملت كنترول اي جديده، بالمناسبه احنا ليه ما بنعملش اكسترود في نفس التول في نفس الاكسترود اللي عاملين فيها اوفست؟ لان انا لو جيت عملت سيكنس دلوقتي هلاقي ان هو طلع بالاوبجكت. انا مش عايز كده، يعني انا مش عايز ان هو يبقى بالشكل ده. انا عايز ان انا اسيب دي زي ما هي، بعدين ادوس كنترول اي تاني اقوم طالع بالشكل ده، سوري، طالع بالشكل ده. شايفين؟ فالاربعه فيسز عندي بقوا كل واحد طالع لوحده فوق. شايفين؟ بالمنظر ده. احنا هنستخدم الايدج كات لوب كتير جدا، هنستخدم الاكسترود كتير جدا. لو انت مش فاهمها دلوقتي ما تقلقش، مع الوقت هنفهم الموضوع ده اكتر. الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج اي حاجه. وزي ما قلت مع الوقت احنا هنعمل حاجات اكتر من كده بكتير، وحاجات هتسهل علينا ان احنا نفهم الحاجات دي بشكل احسن من كده. طيب احنا هنوقف عند هنا عشان الفيديو طول مني قوي، وفي نفس الوقت دي حاجات مهمه لازم تكون عارفها وفاهمها كويس قبل ما نبدا ان احنا نخش في حاجات اصعب من كده شويه. فاتفرج على الفيديو ده كويس، افهم الكونسبتس اللي اتكلمنا فيها دي. والفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل موديل سماعه كده بسيط، ونتكلم برضو عن شويه حاجات مهمه في الموديلنج وبس. تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.